السلام عليكم. النهارده هنعمل الفريسكا بمقادير بسيطه خالص، نبسط اولادنا ان شاء الله، تفرحوهم كده. والله ما تتخيلوش فرحه عيالي وانا بعمل الفريسكا دي عامله ازاي، وكلها حاجات بسيطه. ماشي يا حبايبي، يلا تعالى نخش على المقادير. اهي المقادير بتاعتنا ايه. النهارده هنعمل الفريسكا. طبعا عيالنا كلهم مخنوقين من قعده البيت، ولا عيل بيروح هنا ولا هنا، فقلنا ايه نفرحهم بقى بحاجه ايه بسيطه كده. واحنا طبعا في موسم التفاح، والتفاح اليومين دول رخيص. نقي التفاحه الصغيره. ماشي، هنبدا بقى بالمقادير ونقول لكم الطريقه بتتعمل ازاي. طريقه سهله جدا. عندنا كوبايتين سكر، نص كوبايه ميه، والتفاح زي ما انت عايزه، ومعلقه جلوكوز يا اما معلقه عسل نحل. لو ما فيش ده ولا ده عادي مش هتفرق، بس هو ده ما بيخليش الحاجه تسكر معانا، بيعمل زي مفعول ايه الليمون. ماشي، يبقى احنا قلنا ده مفعوله زي مفعول الليمون. عندك ليمون بس حطي، ما عندكيش ولا ده ولا عسل نحل ما تحطيش. خلاص ماشي، حاجه كده بسيطه بمقادير بسيطه. وطبعا في دول ما فيهاش اللي هو التفاح البلدي ده، ففي التفاح اللي هو بيبقى الاصفر والاحمر. نعمل ايه عشان هو بيبقى عليه طبقه من بره بتلمع كده؟ نجيبه ونحطه في شويه ميه سخنه نغسله ونقوم منشفينه بالفوطه. وانا ده برده غسلاه ومنشفاه، ما يبقاش فيه نقطه ميه. لو في نقطه ميه الكراميل مش هيلزق عليه. ماشي، يلا بينا نبدا. نفضي هنا كوبايتين السكر، ماشي، نص كوبايه ميه على كوبايتين السكر، ما نكترش ميه. ماشي، معلقه لون احمر اللي هو البودره ده، لون احمر اللي هو البودره، معلقه صغيره. في اللون الجل وفي ده اللي يتوفر عندك حطيه، الاتنين شبه بعض. ماشي، نقلبها بقى كده. شايفين بقى لون الجميل ازاي. ننزل بقى بيها على النار. اوريكم بقى الطريقه بعد ما يستوي. يلا بينا اهو، حطيناها على النار. ننزل بقى بمعلقه الجلوكوز. عندك حطيها، حطي، ما عندكيش مش هتفرق خالص. العسل الجلوكوز ده بيبقى جامد. اول ما بنحطه على النار بيفك. ماشي، نقلب. نديله عصرة ليمونة، عصرة. ماشي، يعني نص ليمونة عصرت منها عصرتين. بس نسيبه بقى يتظبط كده على النار وارجع اهو. السكر بصوا معانا، تحسي ان هو المية زادت، لكن انا ما زودتلوش مية، كل ده بنص كوباية المية بس. ماشي، ونقلب لحد ما يبدأ بقى يشكشك كده معانا. نوقف بقى ونعمل بقى بقية المقادير اهو. بدأ معانا يستوى اهو. هنعرف بقى منين ان هو استوى. هنجيب شوكة نحط حتة على الرخامة كده، لو لقيناها مسكت وبقت شبه المصاصة كده يبقى احنا كده شغالين مظبوط. لسه ما مسكتش يبقى نصبر عليه شوية ونسيبه على النار. ماشي، بصوا انا هجربها اهو عشان اوريكم واعلمكم ايه ان هو كده استوى ولا ما استوى. نحط حبة في طبق كده، نسيبه شوية. لو لقيته مسك ونشف معاه هو كده لسه شايفين لسه هو خلاص دخل على سوا. انا اوريكم اما يجي يستوي هبقى اوريهولكم بقى تاني. شايفين كده بيغلي ازاي. كده تاني كده زي دقيقتين وخلاص احنا دخل على السوا ويبقى 100. طبعا هو كده استوى معانا. انا عارفه من شكله كده ان هو استوى، بس هوريكم انتوا. نسيبها تهدى كده. طبعا دي بصوا دي من بدري ولسه ايه مستويش طريه. دي 5 دقايق كده هتلاقيها جمدت خلاص، هتلاقيها مسكت في الطبق منك وخلاص. هطفي عليه واسيبه يهدى شويه ونروح بقى على الايه على التفاح. نسيبه يهدى شويه على ما نحط الخشب في التفاح ونرجع له تاني. يا دوبك في ساعتها كده نرش رشه فانيليا كده صغيره، يا دوبك كده لمحه، كيس واحد. لو انت ما عندكيش اللي هي السايبه دي حطي كيس واحد. ماشي كده خلاص قربت تهدى. نخش بقى على التفاح. طبعا لو عندك عصايه الشيشتاوك دي ماشي. انا لما عيالك مثلا ياكلوا مصاصه او ياكلوا جلاتي او حاجه ويسيبوا الخشبه بتاعتها دي، انا كنت بحتفظ بيها. عندي 2 منهم. نمسك كده التفاحيه وندخل كده فيها من جوه كده اهي. دي لو ما عندكيش بتاعه المصاصه ومتوفره دي عندك، احنا طبعا مش عايزين نكلف نفسنا. ندخل كده، نمسك التفاحه كده من الاخر اللي انا غسلاها ومنشفاها ما فيهاش نقطه ميه، عشان ما اطلعهاش من هنا، يا دوبك بس تبقى من بره كده. ولو العصايه كبيره امسكها اقصها. ماشي يا حبايبي اهي.
نركنها كده ايه على جنب هنا. طبعا انا ايدي متعصه معلش من اللون. نمسك برضو التانية ندخلها كده اهو ماشي، وكله يبقى معانا بالمنظر ده كده. هوريكم واحده كمان من اخر التفاحه كده واقوم مدخلاها. سهله وبسيطه وفرحي عيالك بيها واحنا قاعدين مكاننا كده، نروح البحر واحنا قاعدين مكاننا. طبعا دي كله بيحبها الكبير والصغير. هعمل لكم واحده كمان اهي من اخر التفاحه وهتعرف بقى كده ما تطلعش من بره ماشي. بصوا اهي اللي احنا عملناها عشان اوريكم ايه، اعلمكم الطريقه. بصوا دي طريقه ازاي، طريقه. بصوا بقى الاخيره اللي استوت، بصوا مش عايزه تتحرك من مكانها، هي كده الصح. بصوا يا حبايبي فهمتوني. يلا نبدا نشتغل اهو. بصوا نمسك بس التفاحه كده اللي انا عاملاها اهي معانا الشكل ده كده، ونحطها بقى في حطيتها كده، انزلها بقى في السكر كده اهو من غير معلقه ولا حاجه. لو هي مظبوطه معاكي مش هتحتاج معلقه ولا اي حاجه، حاجه كده بسيطه نفرح بيها عيالنا. طبعا البيوت دي كلها الايام دي ما تخلاش من التفاح. كده ندخل التفاحه كده فيه يبقى كل حته كده في التفاحه شاربه ايه السكر والكراميل بتاعنا اللي احنا عملناه. ماشي يا حبايبي بصوا بصوا الجمال. طبعا انا الطبق ده دهنه زيت. في ناس بتمسك تجيب حته ورق زبده وتحط عليه عشان ما يلزقش، لكن انا مسكت طبق يعني نقطه زيت ما تسكرش، مش باينه اصلا في الطبق، يا دوبك الطبق كده حطيت عليه نقطه. ماشي يا حبايبي اسيبها تصفي كده واقوم نازله بيه كده، لما اجي اشيلها تبقى زي الفل معايا وما تلزقش في الطبق. ماشي معانا واحده كمان، ما نسيبهاش تبرد قوي عشان لو بردت قوي هتجمد مننا ومش هعرف اعملها في التفاح. دي ايه بقى، دي الفريسكا، هي اللي معموله بعصايه الجيلاتي اهي برضو كده. هلزقها طبعا، عايزه تضاعفي الكميه يا حبيبتي ضاعفيها اللي تحبيه. لازم تبقى كل حته كده ايه متغطيه بالكراميل بتاعنا الجميل ده. ماشي نحطها في الطبق